السلام عليكم. رجعنا لكم بقصة جديدة وقضية جديدة. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. قضية اليوم غدينا مباشرة لمدينة مراكش اللي غتوقع واحد الجريمة اللي وراها واحد اللغز وواحد السر خطير. شكون صفاها الامنية؟ يا الله معانا نعرفوا القاتل الحقيقي. واحد الراجل ومراته اللي كيسكنوا في مدينة مراكش واللي غنسميهم في هذه القصة هذه محمد وفاطمة. محمد اللي كان ما كيولدش، ما خلى حتى شي طبيب ما مشاش عنده، ولكن الله غالب وهذا هو قدر الله. ما كتبش ليهم يكونوا عندهم وليدات من دمهم وصلبهم. فاطمه كانت ديما كطلب من محمد وكتقول ليه علاش ما نتبناوش شي وليد ولا شي بنيه تعمر علينا الدار، ولكن محمد ما كاش كيدخل هاد الفكره لراسو، وفين ما كتقشار عليه هاد الموضوع ولا هاد الفكره كيدور فيها وكيقلب الموضوع. ودازت ليام ودازت ليام حتى لواحد النهار محمد غادي يخرج تقاعد. هنا محمد ما بقى عنده ما يدار وطلع عليه البروك في راسو، وبحكم ان صوته زوين ما شاء الله وحافظ القران قرر انه يولي يصلي بالناس في واحد الجامع حداهم. وفعلا غادي يولي كيصلي بالناس في داك الجامع اللي قريب ليهم في المنطقه ديالهم، وديما كيمشي للجامع وكيرجع للدار. هذا هو البروغرام ديال حياته، ديما الجامع في الوقيته ديالو. هنا واحد النهار غطيع عليه واحد الفكره، رجع عند فاطمه قال لها الموضوع اللي كنتي كتقترحي عليا ديال نتبناو شي وليد ولا شي بنيه، انا معاك في هذا الموضوع وفكرت فيه مزيان. قال لها حنا بدينا كنكبروا دابا وبحكم هو خرج تقاعد وعندهم الوقت كافي فين يتبناو شي وليد، ولكن قال لها بجوج ديال الشروط. الشرط الاول هو يكون العمر ديالو فايت عام، يعني ما يكونش باقي رضيع، والشرط الثاني تكون بنيه مع شي وليد. وفعلا فاطمه رحبات بالفكره وفرحات وكان هذا هو الحلم ديالها. واخا محمد اللي كان كاع ما كيولد صبرات معاه وعمرها نوات طلقوا ولا جبدات ليه هذا الموضوع وما كتبغيش تجرحه ولا تحرجه. صافي كانت قابله بقضاء الله وقررت انها تكمل معاه حياتها، واخا كان كيرفض انهم يتبناو شي وليد ولا شي بنيه وما كتبغيش تبين ليه. هنا فاطمه فرحات، بداو كيقادوا في الملف ديالهم، دفعوا لمحكمة الأسرة، يعني قادوا كل شيء ديالهم. وفعلا قبلوا ليهم يتبناو شي بنية وغادي يمشيو ولقاو واحد البنت اللي في العمر ديالها عامين. البنت غادي تعجبهم وغتدخل لهم لخاطرهم، وقرروا انهم غادي يتبناوها. وفعلا تبناو ديك البنيه وجابوها عاشت معاهم في الدار. كانوا فرحانين بها وديرينها بين عينيهم وكثر من بنتهم من لحمهم ودمهم. اللي بغاتها كيجيبوها ليها وفرحانين بها. غيدوز الوقت وغدوز الايام وغيعرفوا باللي امنيه كدير واحد التصرفات اللي غريبه. هنا غادي نجريو بها عند الطبيب وغادي نكتشفوا باللي عندها واحد المرض، عندها مشكل في النمو ديالها. وبقاو كيتعاملوا مع واحد المعامله خاصه بحكم الطبيب قال لهم البنت راه عندها واحد المشكل وخاصكم تعاملوا معها وديروا معها الخطر الى اخره. وفعلا بقاو شادين الخطر مع ديك البنيه مهلين فيها، ومنيه كبرات ولا عندها 15 عام هنا كتصدم بالاب ديالها غادي يتوفى، وراها غير بثلاث شهور غتموت حتى الام ديالها والديها اللي كانوا بالتبني غادي يتوفاو بجوج بيهم. هنا امنيه غتلقى راسها رجعات ازيرو كيف النهار الاول، ما عندها لا اب لا ام لا حنين لا رحيم. هنايا البنت غتلقى راسها حتى الدار اللي كانت ساكنه فيها مع والديها غادي يجريو عليها منا، وغتلقى راسها غير في الزنقه بحكم ان الدار كانوا غير كارينها وماشي الدار ديالهم. ومني ولات كتنعس غير في الشارع، والناس ديال الحومه كلشي مهلي فيها وكيتعاون معاها، واحد يغديها واحد يفطرها وواحد يعشيها، كيدوروا معاها ويعاوموها ويديروا لها كلشي وعزيزه عليهم. وحتى هي اي واحد بغى شي سخره ولا بغى شي معاونه فراه ما كتردهاش في وجهه. كانت واحد البنت اللي حشوميه وطيبه وخلوقه ومسالمه، وكاع الناس ديال المنطقه كيشهدوا بهذا الشيء. البنت ولات كتنعس غير في واحد الجرده قريبه من ديك الدار اللي كانت ساكنه فيها مع والديها. بقات عايشه هكذا واحد المده اللي طويله حتى دارت 17 عام في عمرها. هنايا واحد النهار بالضبط غادي تختفي امنيه، ما غاديش يلقاو ليها الاثار، ما خلاو فين قلبوا عليها. الناس ديال الحومه بغا يخرج ليهم العقل، البنت ما مولفاش ليها تخبر بحال هكذا. داز نهار الاول والثاني والثالث وباقي امنيه غابر ليها الاثار، وداز الشهر الاول والثاني والثالث والرابع وامنيه باقي غابر لها الاثار. الناس ديال المنطقه كل واحد وشنو كيقول وكل كيلغي بالغاه.
شي كيقول راه يمكن هربات مع شي واحد، شي كيقول ياك ما خطفوها، شي كيقول ياك ما مشات تعيش حياتها في بلاصة أخرى، كل واحد وشنو كيقول. أمنية كانت عزيزة بزاف على دوك الناس، بحكم أن البنت واخا خرجات للزنقة وعاشت في ظروف اللي قاسية ومريضة، ومع ذلك عمرها تبلات ولا شافوا عليها شي حاجة اللي خايبة. هادشي علاش كان كلشي كيدخلها لدارهم بحال لي بنتهم، كدوز هنا شوية وهنا شوية حتى كدوز النهار ديالها من دار لدار، وفي الأخير كتمشي تبات في واحد الجريدة حدا المنطقة اللي كانت ساكنة فيها. واحد النهار وبالضبط ورا 5 شهور على الاختفاء ديال أمنية، رجال الأمن كتجيهم ديكلاراسيون في واحد المنطقة فيها واحد الريحة اللي كارهة وبرزطات الناس وما كيعرفوهاش منين جاية. ومنين غاديين يجيو بقاو كيقلبوا وكيبحثوا، لقاو الريحة جاية من جهة الواد الحار. هنا كيقولوا ياك ما راه غير الواد الحار ياك ما هادي، ولكن الناس ليش كيقولوا عمر الواد الحار كانت فيه بحال هاد الريحة. هو راه فعلا فيه ريحة كارهة، ولكن ماشي لهاد الدرجة هادي، بحال الريحة ديال الجيفة. ومنين غاديين يقلبوا غيلقاو فعلا كاينه واحد البنت، غيلقاوها تما كاينه مربوطه من ايديها ورجليها ومقتوله ومليوحه في داك الواد. ومنين غاديين يجبدوا البنت كيلقاو على واحد الاثار في العنق ديالها، يعني بحال شي واحد قاجها، البنت مقتوله مقجوجه. غاديين يبقاو كيقلبوا وكيسولوا الناس اللي تما، حتى شي واحد ما تعرف على ديك البنت. وكيقلبوا على البصمات ديالها، نظام الآلي ما كيطلعش ليهم شكون هي هاد البنت هادي، بحكم انها باقا صغيره ما عندهاش بطاقه الهويه. وكيقولوا واقيلا راه يمكن تكون كاع ما مقيده حتى في الحاله المدنيه، يعني ما لقاوش ليها الاثار نهائيا شكون هي هاد البنت ولا العائله ديالها. بغاو غير يتعرفوا على العائله ديالها باش من هنا يقدروا يتوصلوا للفاعل الحقيقي، ولكن ما عندهم حتى شي دليل، وحتى البنت ما غاديينش يعرفوها شكون هي. ولكن غادي يجيهم تقرير من عند الطبيب الشرعي كيقول باللي البنت العمر ديالها كيتراوح بين 17 و 19 سنه، وباللي البنت فعلا مقتوله مقجوجه. هادو هما المعلومات اللي عندهم على هاد الضحيه هادي. ولكن الأخبار بقات كتذيع بشوية بشوية حتى وصلات لمراكش كاملة. قاع الناس ديال مراكش ولاو كلهم كيهضروا على ديك البنت اللي لقاوها في الواد الحار، ولات هي موضوع الساعة وموضوع اليوم، حتى وصلت الأخبار للمنطقة اللي كانت عايشة فيها. هنايا الناس ديال الحومة غادي يبداو كيهضروا شوية حتى غيقولوا عندك تكون فلانة، حيت العمر ديالها بحالها تقريبا، وهي اللي غبرات واحد المدة. وبحكم انهم عارفين القصه ديالها وما عندها لا عائله لا والو، حتى البنت اللي لاقين ما لقاو عليها حتى شي اخبار ولا العائله ديالها. منين غادي يمشيو يبلغوا الشرطه غادي يديوهم يشوفوا الضحيه، وفعلا غادي يتعرفوا عليها، كانت هذيك هي امنيه. هنا الناس ديال الحومه غادي يتصدموا، ودازت واحد الليله ديال الحزن، كل شيء بكى عليها وكل شيء كانت عزيزه عليه، وبقى فيهم الحال بزاف. ولدرجه ولاو كيديروا مظاهرات وكل شيء كيطالب بالحق ديال الامنيه وشكون دار فيها هاد الفعله هادي. الطبيب الشرعي كيقول عاوتاني باللي البنت حامله بشهرها السادس، يعني البنت مقتوله وحامله. هنا غادي يعرفوا باللي غالبا اللي دار فيها هاد الحاله فراه هو الاب ديال داك الشيء اللي في كرشه. هنا منين غادي يبحثوا وكيستجوبوا الناس ديال المنطقه اللي كانت عايشه فيها، كلهم كيقولوا راه كانت كتدخل عندنا، يعني البنت كانت كتدخل عند الحومه كامله، كل شيء كان فاتح الباب ديال دارو في وجهها. هنا الشرطه غادي ياخذوا واحد البوليس سيفين غادي يحطوهم في ديك المنطقه لواحد المده ديال شهر، بقاو كيبحثوا وكيقلبوا، يعني تخلطوا مع بنادم في ديك الحومه. هنا غادي يجيبوا واحد المعلومه اللي هي واحد الدار ديال واحد الشيخه اللي كانت كتدخل ليها بزاف امنيه اكثر من الديورات الاخرين. وغيجيبوا معلومه اخرى اللي هي الناس ديال المنطقه كاملين كانوا كيلاحظوا باللي راه امنيه كانت حامله وكرشها بدات كتبان. نرجعوا لديك الشيخه اللي الاسم ديالها هو مليكه. هاد مليكه هادي معروفه في المنطقه الله يعمرها دار، واللي عنده شي مشكل كتمشي معاه يحلو. مهم السيده كل شيء كيذكرها غير بالخير. كان عندها ولد واحد اللي سميتو عبد الهادي. هاد الولد هذا منين تزاد حل عينو على الام ديالو، هي اللي مكبراه وهي اللي كتصرف عليه، ما عندوش الاب ديالو، كانت الام ديالو هي كل شيء في حياته، واللي بغاها كتعطيها ليه. هاد الولد هذا مني دار 12 عام خرج ولا كيخدم وكيقلب على راسو فاش ما كان، وما كانش راضي نهائيا بالخدمه ديال امه.
من حدو كيكبر هو كيفهم، والدراري ديال الحومة ديالهم كيبقاو مطلعين عليه بديك ولد الشيخة إلى آخره. هنا الولد ما كانش كيرضى، من حدو كيكبر هو ديما كيتناقش مع مو باش تخرج من ديك الخدمة، حتى غادي يدير سن 18 عام. هنا غادي يستقر في واحد الخدمة ولا كيشد واحد الصالير اللي زوين. غادي يجي عند الام ديالو وغيطلب منها تريح من الخدمة وهو غيتكلف بكل شيء، ولكن الام غادا ترفض. قالت لي راه هاد الخدمة هادي هي باش كبرتك، وهي باش كنجيب طرف ديال الخبز وما يمكنش ليا غادي نخرج منها، وحتى الا بغينا شي حاجه فراه الخدمه ديالك راه ما غاداش قدنا الراس. الشرطه فاش غادي يجيو عند مليكه غادي يسولوها انت يوما عايشه في الدار. قالت لهم عايشه غير انا وولدي. فين هو ولدك؟ راه مشى للخدمه في الصباح باقي ما جاش. ومنيه كانت كتدخل عندكم للدار؟ فعلا كانت كتدخل عندنا بحال بكاع باقي الناس ديال المنطقه، كلشي راه كتدخل عندهم. ولكن اللي غادي نعرفو هي ان ملكه اغلبيه ديال الوقت ديالها كتكون في الخدمه. بعض المرات كتكون خدامه بالليل، بعض المرات كتكون خدامه بالنهار، يعني اغلبيه ديال الوقت ديالها فراه الا ما كانتش خدامه غتكون ناعسه، يعني اغلبيه ديال الوقت ديالها ما كدوزوش في الدار. هنا غادي يعني غريبه كيفاش المراه ما كتكونش بزاف في الدار، والناس ديال المنطقه كاملين كيقولوا باللي اكثر وحده كتدخل عندها أمنية فراه هي ملكة. هنا غادي يشكو في الولد كتر، غيبقاو يتسناو الولد منين غادي يجي. غادي نديو وغادي نبداو معاه التحقيقات، ولكن عبد الهادي ما غاديش يعطلهم وغادي يسهل عليهم الخدمة ديالهم وغادي يوضح لهم الصورة كتر. قال لهم شوفوا انا غادي نعاود لكم كل شيء من الاول حتى الاخير. أمنية كانت بيني وبينها علاقة محرمة، وهاد البنت هادي حملات مني والكرش ديالها بدات كتبان، وانا كنت ديما كنهددها وكنقول لها عمرك تعاودي لشي واحد على العلاقه ديالنا ولا تدخلي معاه في هذا الموضوع ولا يعرف راه بيناتنا شي حاجه. ولكن ملي الكرش ديالها ولات كتبان كنلاحظ الناس ديال الحومه كاملين كيبقاو يزيروها وكيسولوها شكون هو الاب ديال هادشي اللي في كرشك. هنا ولا كيخاف على راسو لا يتفضح، وبقى ليه حل واحد هو يصفيها ليها. دار معاها في واحد النهار بالضبط مع 3 ديال العشية، بحكم ان مراكش كيكون فيها الصهد وكان الصيف الناس كيكونوا اغلبية في ديورهم. هنا غادي يقتلها، غيقجها وغيقتلها بالخاطر ديالها وغادي يربطها وغادي يلوحها في داك الواد الحار. الناس ديال المنطقة غادي يتصدموا واحد الصدمة اللي كبيرة، ماشي غادي يتصدموا من الهوية ديال الفاعل الحقيقي، غادي نتصدموا من عبد الهادي كيفاش قدر يرتكب بحال هاد الجريمه. الولد اللي كان ظريف والله يعمرها دار وكيشوفوه من صغره هو مقاتل مع الام ديالو، كيمشي كيخدم فاش ما كان، مره كيبيع الميكا، مره كيبيع الخضره، مره كيبيع يعني اي حاجه طاحت في بالكم كيقدر يديرها، مهم كيخدم حلال. السيد اللي بقى بحال هكذا حتى لواحد النهار وغادي يحن عليه الله وغادي يخدم واحد الخدمه اللي زوينه وغادي يقدر يدير الطوموبيل وهو باقي صغير، وكيشوفوا السيد بخير غير الخدمه للدار كيصلي. يعني اي واحد ولا اي عائله كيتمناو يكون عندهم شي ولد مرضي بحال هذا، ولكن باش يرتكب شي جريمه بحال هذه وفي حق ديك البنت اللي مسكينه يتيمه وكابره بلا اب بلا ام، وغادي غير يتبناوها هادو وغادي يتهلاو فيها، وحتى غادي تلقى راسها عاوتاني في الزنقه وما عندها حتى شي واحد ولا شي منطقه اللي تامن فيها راسها، كتبات غير في الزنقه مسكينه في البرد وفادي، واخا الناس كيتهلاو فيها ولكن حتى شي واحد ما كان كيدخلها تسكن عندهم في الدار. كتطلع عندهم كتبقى معاهم ساعه ساعتين وكتخرج عاوتاني، ماشي كتبات معاهم ولا مسكنينها معاهم. يعني البنت اللي كبرات غير في الزنقه ومع ذلك دوك العائله يعني كانوا مهلين فيها ورباوها احسن تربيه. البنت ما تبلاتش ما دارت حتى شي حاجه اللي خايبه، حتى قدر يضحك عليها عبد الهادي ودا ليها شرفها، وفي الاخير دا ليها حتى روحها مسكينه. هنايا غادي تحكم بالمؤبد، والناس ديال المنطقه كاملين غادي يبقاو يحضروا الجلسات ديالو وكيحتجوا وباغيين حق امنيه يحضر باي طريقه. وفعلا غادي يتحكم بالمؤبد، وحتى لهنايا غتكون انتهت القصه ديالنا، وكنتمنى تكون قصه وعبره لبزاف ديال الناس اللي كيديروا شي غلط وكيلوحوا داك الولد ولا داك البنيه للزنقه. يعني كيسميو غلط، الولد كيغلط مع البنت كيقدروا يطيحوا الولد ولا كيلوحوه في شي جرده ولا في شي طارو ديال الزبال ولا كيلوحوه في شي خريه ولا كتخليه في السبيطار وكتهرب، فراه داك الولد اخرته كيبقى يتلاوح في الزنقه ولا كيخرج مجرم وحاقد على الوضعيه وكاره الدنيا وطالع عليه كلشي في راسو. واغلبيه ديال المجرمين
ولا اللي كتلقاهم عايشين في الزنقه وكيتشمكروا وكيباتوا غير في الزنقه، فراه كلهم كتلقاهم ضحايا ديال بحال هاد الوالدين اللي كيديروا غلطه وكيلوحوا من الزنقه مساكن. حتى لهنايا ونكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمناو تكون القصه نالت الاعجاب ديالكم وتكون قصه وعبره لبزاف ديال الناس، ونتمناو تخليو لينا الراي ديالكم في التعليقات مع لايك الفيديو والاشتراك في القناه الحمراء ولا البيضاء وتفعيل الجرس. ونتلاقاو غدا ان شاء الله في قضيه جديده وقصه جديده. تهلاو.